السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم. الفيديو ديالي اليوم ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم واحد الوصفه ديال الكيك بدون فرن، كتجي لذيذه سهله وبسيطه في نفس الوقت. تابعوا معايا المقادير على بركه الله. بالمكونات، المكونات هنا كما كتلاحظوا عندي بسكوي مطحون ناعم جدا، عندي 400 غرام. غادي نمزجو بطانيت يوغورت بنكهه الشوكولاته، ممكن اي يوغورت عندكم، ممكن طبيعي كما هذا او اي نكهه كتفضلوا. كنمزجوا المكونات مع بعض حتى نحصلوا على عجينه. الا ما كفاناش دانيت فكنضيفوا علبه اخرى حتى كنحصلوا على عجينه من هاد المكونات. الان ناخذ بلاستيك غذائي كما كتلاحظوا هنايا، انا سرحته هنايا فوق البوطاجي. كناخذوا هاد العجينه اللي عملنا بهذا الشكل، ثم كنحاولوا اننا نبسطوها. كنبسطوه بهذا الشكل مستطيل ونحاولوا انه يكون. الان كنخلي هاد العجينه على جانب، وكنجيو لكريمه الخفق. انا كنستعمل هذه ماجيك، كناخذوا يعني القياس اللي بغينا. هنايا كناخذ هذه الكميه، غادي نحاولوا اننا نضربوها. كناخذوا كذلك كميه من جوز الهند المبشور الخاص بالحلويات بهذا الشكل، ثم غادي نمزج هاد المكونات مع بعض بهذا الشكل. الان كنحاولوا اننا نزولوا هذا البلاستيك الغذائي من الفوق، كنخليو هذا اللي تحت. كنوضعوا او كنوزعوا الكريمه بشكل تقريبا، كنحاولوا انه يكون متساوي. نحاولوا اننا نلفوها بهذا الشكل كما كتلاحظوا. الان غادي نخليها في هذا السلوفان ديالها، لانه غادي نخليها ليله كامله في الثلاجه، ومن بعد عاد غادي نكملوا التزيين ديالها. الا ما بغيناش نخليوها ليله كامله، ما كانش عندنا الوقت، ف3 ساعات كتكون كافيه باش كتماسك لينا. بعد ما كنخليو الحلوه ديالنا مرات عليها ليله كامله في الثلاجه، كنحاولوا اننا نزولوا ليها هذا البلاستيك اللي كنا وضعينها فيه، وهذه الجهه الاحسن انها تكون هي في الاسفل بهذا الشكل هذا. ونحيدوا او نزولوا هذه الجوانب، هذا القطع اللي في الطرف الشكل، باش نحصلوا على شكل متساوي. والان غادي نجيو لطريقه التزيين. بهذه المناسبه غادي نوريكم هذه الحيله ديال البوشادو او هذا البلاستيك الاقماع نصاوبهم في البيت ديالنا. غادي ناخذوا بلاستيك غذائي عادي كيكون بهذا الشكل هذا. ناخذوا السكين اللي غادي نوضعوه على النار حتى كيسخن جيدا كما كتشوفوا راه ولا كحل. غادي نجيو للراس بحال هذا الشكل، ونحاولوا اننا نضغطوا حتى نوصلوا للقنت الاخر. هذا الشكل غادي نحصلوا على قمع كما كتلاحظوا. ها هو هذا، غادي نوضعوا فيه هذا، نقطعوا هذا الجانب عادي ونستعملوه كما الاقماع اللي كنشريو. هذا غادي نحتفظوا به مره اخرى، غير هو غادي نقطعوه من هذه الجهه لانه مسدود من هذه الجهه. وهذا غادي نوضع فيه الكريمه اللي تبقات لي من الحشوه نتاع البارح. هذه هي الكميه اللي بقات لي، غادي نوضعها الان في هذا الكيس.
هو هذا الان كنزينو به، كنوضعو الشكل اللي بغينا بهذا الشكل هذا. كنزين بالقليل من صوص الكراميل. الان غادي نوضع بهذا الشكل. ممكن استعمال صوص الشوكولاته او الشوكولاته المذابه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقطعو بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالو من الداخل. هذا هو الشكل النهائي البسكوي او كيك بدون فرن. نتمنى انه ينال اعجابكم، ولا عجبتكم الوصفه ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. شكرا للمتابعه ديالكم. الفيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.